يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. يوم جديد في حياة أم عندها طفل. اليوم النهاردة طبعا أنا بقالي كتير ما عملتش فيديو بصوتي، بس كان وحشني ده قوي يعني. النهاردة اليوم ابتدى بسندوتشات خفيفة كده للفطار. ما كانش فيه طاقة بقى ان انا اعمل فطار وبطاطس والحاجات دي، لا، قلت بقى يبقى الفطار خفيف ويمكن يكون الغدا او العشاء خفيف. لا، الغدا كان من العيار التقيل، كان محشي. الحمد لله كان لذيذ وكانت متسهله جدا، رغم ما كنتش مخططه لها خالص ان انا اعمل محشي. والحمد لله ربنا ييسر لي الامر يعني فيه كله. عربيه الخضار عدت في الشارع، اشتريت كل حاجه من الراجل، الخضره بالكرنب بالطماطم من عند الراجل، فده سهل عليا كتير بصراحه. الحمد لله عملت الفطار وعملت شاي بلبن، وقعدت طبعا شويه، وبعد كده بقى دخلت على المطبخ. الحمد لله المطبخ كان نظيف، فدخلت على طول في الاكل يعني. الكرنبايه كانت صغيره، انا طبيعي بجيبها اكبر من كده، بعمل نصها وبشيل نصها في الفريزر، تنفعني في مره تانية. المره دي كانت صغيره، فكانت يدوبك على قد المره وعلى قد السلقه، وبصراحه نفعتني جدا يعني ان هي صغيره. حطيتها مره واحده في الحله، يدوبك قورت كده الراس من فوق وحطيتها في الحله تتسلق. ولما باخد الورق اللي اتسلق، لما بحط الشوكة والورق بيطلع معايا، بعرف ان هو اتسلق. قلبتها على الوش التاني عشان تبقى من ناحية العروق مستوية، ومن بطن الكرنب مستوي. وكنت غسلت الطماطم وعلقت عليها تتسلق عشان تسهل عليا يعني ان انا ما كنتش لسه جاهزه ان انا اعمل البصله وكده، فقلت طب اعلق عليها تتسلق واديها بالهاند بلندر كده تبقى ناعمه اكتر، وهتسهل عليا في السلق. بصي انا بقلبها لما احس ان كده، بص، اول ما بحط الشوكه بتتشال، اللي ما بتتشالش معايا بسيبها زي ما هي، اعرف ان هي لسه ما اتسلقتش، لسه ما دخلتش في مرحله السلق. بس المحشي النهارده كان عندي ماسوره في الفريزر، كل شويه اقول عايزه اعمل محشي وهعمل الماسوره دي معاها، هعمل محشي. رحت بقى بصراحه لما صدقت، بحب بصراحه الموضوع الماسوره ده على محشي الكرنب اكتر. محشي الكرنب بيبقى محتاج دسامه اكتر من بقيه المحاشي التانية. طلعتها وشطفتها وعلقت عليها اغسلها. ان شاء الله القناة دي تكبر بيكم ومعاكم، ويكون فيها افكار كتير. طبعا انا نفسي اعمل حاجات كتير قوي في القناة، بس محتاجة ان القناة تكبر شوية. فما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت عشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما قلت قبل كده ان احنا نستفاد من بعض، يعني انا استفاد منكم وانتوا تستفادوا مني. يعني ممكن يكون حد مش بيعرف يعمل حاجة معينة، اكون انا مثلا بعملها، وده يكون يعني شيء كويس ليا وشيء كويس ليكم. احنا كلنا شاطرين في بيوتنا، بنعرف نطبخ، بنعرف نغسل مواعين، وبنعرف ننظف، وبنعرف نمشي امور بيتنا وحياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. بس الواحد بياخد موضوع القناة دي ان هو بيشارك معاكم يومه ويستفاد، يعني مش اللي هو تسلية كده، لأ، يعني الهدف منها ان يكون فيها منفعة للواحد، ان احنا نفيد ونستفيد. استفيد بمعلومة منكم، اكون انا حاجة بعملها غلط انتوا تكونوا بتعملوها يعني غلط، انا صح لكم معلومة، انتوا تصححوا لي معلومة. في الاكل، في امور البيت عامة بنستفيد من بعض. بالنسبة للبصلة، انا هي ما اتحرقتش. انا بحب بصل المحشي يكون متحرمش عشان يخلي الصلصة كده غنية كده وغامقة، تكون حلوة يعني. خلصت التسبيكة ورحت بقى كنت عملت الخضرة ونزلت عليها على طول. كان نفسي طبعا انزل معاكم بخطوات البهارات، بس جات لي مكالمة فما جاتش يعني في التصوير. هنا كنت خلصت
والحمد لله يومي يكون انتهى. طبعا اليوم مليان حاجات كتير قوي، بس الواحد بيحب يشارك بعض التفاصيل الصغيرة كده. آه، وكله يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم لو انا بعمل حاجة وانتوا صححتوا لي المعلومة. واللحظة دي بصراحة بتنزل في قلبي، ما بتنزلش في معدتي ولا بتنزل في الطبق. استنوني فيديو جديد ويوم جديد. كانت معاكم سارة الهواري. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد.